مساء الخير، اخباركم يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عادل عطله. احنا النهارده بنكمل الفيديو الثاني فيما يخص جزئيه العمر. احنا كنا وقفنا ان في الفيديو اللي فات على موضوع المبايض، ان هي جزء رئيسي من الاجزاء الرئيسيه بالنسبه للست المسؤوله عن حدوث الحمل. فهنيجي نتكلم في الحته دي ونقول ان في بعض العوامل الثانيه ممكن تاثر على موضوع حدوث الحمل عند السيدات، بعيدا عن ان يكون في جزء ليه علاقه بوظائف او مراكز مخ، زي ارتفاع هرمون اللبن في بعض الاحيان، وده بيرتفع لاسباب كتيره جدا جدا، منهم حاجات ليها علاقه بالمخ، ان بيكون نتيجه هنقول شويه اورام بسيطه موجوده في الغده النخاميه ممكن تفرز بكثافه اكبر شويه هرمون اللبن، وده بالتبعيه ياثر على فرص حدوث الحمل ويقلل هرمونات التبويض. طب ده الجزء الثاني، مشاكل الغده السوبرين اللي بنسميها الغده القذريه او الفوق الكلويه، بتفرز هرمون اندروجين كتير. عشان كده قلنا لبعض السيدات وبالذات اللي بيستخدموا وبيشربوا سجاير كتير بيكون عندهم ارتفاع هرمون الذكور الاندروجين، وده بالتبعيه بيأثر على موضوع هرمونات التبويض، ودي مشكله مهمه جدا جدا ناس كتيره بتغفلها. وقلنا واحده من ضمن الاسباب اللي بتبقى ليها تاثير كبير جدا في حالات تكيسات المبايض والاندوميتريوز او بنسميها بطانه الرحم المهاجره. فاحنا كده دي واحده من الاسباب. طب ايه تاني يا دكتور ممكن ياثر على وظائف المبايض ويخليها ما تقومش وظيفتها كامله؟ السيدات اللي بيعانوا من مشاكل لسه قايلهم شويه، بوليسيستيك اوفرين سندروم، عندهم متلازمه تكسات المبايض، والناس اللي عندهم اندوميتريوز او ادينوميوز اللي عندهم مشاكل فيما يخص الرحم، تاخد رحم الى اخره من الكلام ده كله، بيبقى في مشاكل فيما يخص موضوع الهرمونات المسؤوله عن انها تساعد على خروج البويضات اللي بنسميها ليتيونايزد انرابشرد فوليكل. يعني عندنا بويضه وصلت لمرحله من النضوج ممتازه لكن ينقصها عمليه خروجها عشان يحصل لها اخصاب، وده بيكون نتيجه ان السيدة بتاخد ادويه كتيره جدا جدا بتاثر على هرمون البروستاجلاندين او اللي موجود في الجسم المسؤول عن اخراج هذه البويضه. فانت بويضتك كويسه بس ما بتخرجش، وده بيكون موجود في حالات اللي هو بنسميها ليتيونايزد انرابشرد فوليكل، وبيكون مشهور جدا جدا في حالات الاندوميتريوز او حالات بطانه الرحم المهاجره، وكمان البوليسيستيك اوفرين سندروم، او السيدات اللي عندهم مشاكل فيما يخص موضوع الغده الدرقيه الثايرويد جلاند، سواء كان هايبر او هايبوثايروديزم، او الناس اللي عندها مشاكل ثانيه زي ما قلنا في السوبرين جلاند او بنسميها الغده القذريه، الغده الفوق كلويه، عشان بتطلع اندروجين زياده، هرمون ذكوره زياده. اذا ان دي مشاكل ممكن تكون عندنا في الموبايل تمنعها من ان هي تأدي وظيفها بشكل كويس. طب في مشاكل ثانيه عند الست ممكن تمنع حدوث الحمل؟ قال لك ان الست دي ببساطه شديده يكون عملت اجراء جراحي قبل كده فحصل عندها مشاكل في الانابيب، او اوريدي عندها التصاقات بالفعل في الانابيب من قبل ما تعمل اي اجراء، وده بيحصل عند سيدات كتيره، او عندها انابيب مقفوله او نموها غير مكتمل، او عندها مشكله في حركه الاهداب الداخليه للانبوبه نتيجه اجراءات عملها في وقت ما اثرت على حركه الاهداب دي، فبالتالي ما بتحركش البويضات من بره لجوه ويحصل لها اخصاب، او زي ما قلنا ببساطه ان في مشكله في الوظيفه بتاعت الانبوبه ان هي مش شغاله كويس، مقفوله، او عندها التهابات زياده في المكان فبتؤدي لوجود ترشيح داخل هذه الانابيب فيمنع حدوث حمل، او طبعا بطانه الرحم المهاجره، وده قلنا اسبابها وشرحناها قبل كده بالتفصيل في الموضوع ده. طب هل يا دكتور الانابيب بس اللي مسؤوله؟ قال لك لا، في نقطه ثانيه مهمه جدا، قال لك هي بطانه الرحم. انا النهارده ممكن يحصل عندي حمل والجنين كويس وانقسام الخلايا كويس، وصلنا لموريولا 16 خليه والدنيا تمام وكل حاجه كويسه، واتنقلت واتحركت من جوه الانبوبه وصلت التجويف الرحمي، بس ما سبتتش. طب ليه يا دكتور ما سبتتش؟ عشان خاطر مشاكل ليها علاقه بسمك بطانه الرحم. فانا لو عندي مشاكل في الهرمونات المسؤوله عن تكوين بطانه كويسه وهي الاستروجين الاول، وعندي مشكله في الهرمون المسؤوله عن تثبيت البطانه الكوني بالاستروجين الا وهو البروجستيرون، هنا هيكون عندي مشكله في ان يحصل استمرار في الحمل، لان الحمل حتى لو جنين وصل للرحم مش هيلتصق بيه كويس، ودي نقطه ناخد بالنا منها كويس جدا جدا. دي تقريبا ببساطه شديده العوامل والمواضيع الرئيسيه اللي ليها علاقه بمشاكل عند السيدات تمنع حدوث الحمل، وزي ما قلنا ليها علاقه بموضوع المبايض والانابيب، واخيرا وليس اخرا هو موضوع التجويف الرحمي، او ان يكون عندها زي ما قلنا اورام ليفيه فايبرويدز، او يكون عندها بوليبس اللي بنسميها زوايد موجوده جوه، الحاجات دي كلها بتاثر. وقلنا في شق انا شكرته في اول فيديو قلت لكم عليه اللي هو السيرفكس او عنق الرحم، ان ممكن يكون عندها مشاكل في عنق الرحم بتمنع ان الحيوانات المنويه توصل وتعمل اخصاب للبويضات زي البوليبس، او عندها دي، او عندها نبثيانسس، او عندها اكياس موجوده في المكان ده فعامله غلق لمدخل الرحم، العنق فيه مشكله موجوده. تمام. ودي انا في حاله كنت لسه شغالها من فتره بنفس الموضوع ده، ان هي كانت عندها انغلاق في مدخل عنق الرحم وعملناها تسليك بعد ما شلنا بوليب موجوده في المكان ده وشلنا فايبرويد صغير كان موجود، فده فرق مع الحاله كتير جدا جدا في حياتها، وحصل بعدها حمل تقريبا بحوالي 3 شهور، يعني الموضوع ما خدش وقت طويل لحد ما ظبطنا بس البيريد بتاعتها. عشان بقول لك ان في اسباب كتيره موجوده لو خدنا بالنا منها وعرفناها لازم ناخد اجراء سريع ونتحرك نروح للدكتور بتاعنا او الدكتوره بتاعتنا في اسرع وقت ممكن، عشان الموضوع كل ما بيتاخر كل ما المشكله بتتفاقم وفرص حدوث الحمل بتقل، وبالذات مع تقدم السن او العمر. ودي نقطه ناخد بالنا منها كويس قوي قوي قوي. طيب احنا كده اتكلمنا على الشق الانثوي في الموضوع ده. احنا بقى الشق الذكوري حاجات تانية كتير ابسطها، ان عندنا نقص في حركه الحيوانات المنويه، مشكله في الحركه التقدميه، زياده نسبه تشوهات
فمهم جدا احنا نعمل سيمن اناليسيس، نطمن نشوف الراجل وضعه ومشكلته اخبارها ايه، وضعه عامل ازاي. الرجاله بيكون عندهم فاريكوسيل او عندهم دوالي محتاجه برضه ان يتم تقييمها وتعرف ان هي الدرجه الكام، وبناء على كده يتم اجراء الجراحه لو هي تستدعي عشان خاطر نحسن من كميه وعدد وكفاءه الحيوانات المنويه ونقلل فرص وجود تشوهات عاليه في المكان ده. طب يا دكتور في حاجات من دي، بسالك لا، في بعض الاحيان تغير البيئة المهبلية عند بعض السيدات تؤدي إلى وجود نقص في فرص حدوث الحمل. بمعنى أنت عندك البي اتش أو الدرجة أو هنقول الحموضة موجودة في المهبل هي حامضية مش قلوية. ففي بعض الأحيان نتيجة استخدام مستحضرات معينة أو استخدام الغسول والنظافة الشخصية المبالغ فيها ممكن تغير حاجة زي كده، بلس وجود التهابات مزمنة، معناها ان المكان ده بقى فيه كميه بكتيريا وفيه ممكن فطريات كتيره كمان موجوده، فدي هتؤدي لوجود افرازات. الافرازات دي مش بيئه صالحه لحركه الحيوانات المنويه، ممكن تكون سبريميسايدال تقتل الحيوانات المنويه، فبالتبعيه انا كده كاني بستخدم وسيله غير مباشره لمنع الحمل بان انا بقتل الحيوانات المنويه موجوده، سبرميسايدز. فمهم جدا جدا ان احنا نحافظ على ان ما يكونش فيه التهابات، ما عندناش مشاكل موجوده في المهبل من تحت، وبالتبعيه عنق الرحم بتاعنا سليم، كل حاجه عندنا تمام، الرحم بتاعنا سمك الجدار بتاعه كويس جدا جدا يسمح بان البويضه او الجنين الذي تم تكوينه ان يحصل التصاق ويكمل بعد كده ماشي، بيحصل تقدم في موضوع الحمل، وفي نفس الوقت عندنا الانبوبه سليمه عشان يحصل موفاينج او نقل للجنين او للبويضه من بره لحد جوه عشان يحصل لها اخصاب جوه الانبوبه. ودي نقطه مهمه جدا ان الاخصاب بيكون داخل الانبوبه، يعني البويضه بتيجي من بره لجوه الانبوبه والحيوان البالغ من بره لحد جوه الانبوبه بيخصب ويكون جنين، يحصل انقسام خلوي ويبتدي يتحرك من جوه الانبوبه لحد التجويف الرحمي عشان يلتصق بجدار الرحم ويؤدي الى استمرار الحمل او يؤدي الى ثبات وتطور الحمل بعد كده. فدي نقطه مهمه جدا جدا احنا قلناها. طب دلوقتي انا النهارده عملت التستات دي كلها ولقيت ان الست ما عندهاش اي مشكله، بديها وقت، اتس اول اباوت تايمينج، بديها وقت شويه ونشوف نديها فرصه. طب يا دكتور في تحليل ممكن نعملها نغفلها وتبقى هي دي المشكله؟ قال لك اه، دي بعض السيدات بيكون عندهم حاجه اسمها انتي سبرم انتي بوديز، جسمها بيكون اجسام مضاده ضد الحيوانات المنويه بتاعت الزوج، فده بيؤدي لوجود مشكله. فمهما عدى ومهما كان في كميه كويسه والى اخره من الكلام ده، ستيل الحيوان المنوي بيعدي بيتم مهاجمته وبيؤدي الموضوع ده الى ان عدم حدوث حمل. فده تحليل مهم جدا. او دي ان فريجمنتيشن تيست اللي بنسميه تكسر الماده الوراثيه، ده بيكون عند الست عند الراجل. طب دلوقتي انا النهارده عايز اعمل حاجه اسمها بوست كويتال تيست، اللي هو بنعمل تيست عشان اتاكد الدنيا كويسه عند الست ولا لا من بعد الجماع. ده بيتعمل امتى؟ بعد السكشوال انتركورس بحوالي من 6 ل 10 ساعات بنعمل هذا التيست عشان نتاكد ان درجه الحموضه في المهبل كويسه، بلس ان احنا نشوف اخبار الميوكس او هنقول المخاط اللي موجود في عنق الرحم اخباره ايه او موجود في منطقه المهبل اخباره ايه، وبلس نشوف حركه الحيوانات المنويه في المكان ده كويسه ولا فيها مشكله، فيها شورتج، عشان ندور على السبب اللي موجود او اللي ادى لهذه المشكله. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. طب دكتور انا النهارده عملت ستات لقيت ست سليمه، قلنا هندي وقت، طب لقيت عندها مشكله من دول، اذا التريتمنت اكوردنج تو ذا كوز. يعني ايه؟ انا لقيت عندها انسداد في الانبي، هنعمل اشعه بالصبغه على اعتبار ان ممكن الاجراء ده في حد ذاته لوحده يفك لو في التصاقات بسيطه او في بلوكج بسيط جوه، ممكن مع دق الصبغه بتتحرك القفله دي وممكن الموضوع يتفتح وتبقى الدنيا تمام. او ان انا ممكن الجا ان انا اعمل منظار عشان خاطر اعمل تسليك لو في مشاكل موجوده جوه الانبوب. فاحنا العلاج حسب الوضع. طب انا النهارده عندي الحاله دي بتعاني مثلا من بروسيس كوفري سندروم، فانا بعمل ايه؟ بديها ادويه عشان خاطر احفز المبيض عندها تشتغل بكفاءه اعلى، زي الكلوميفين ستريت اللي هو الكروميد، او حاجات زي التاموكسفين اللي هو بنسميه انتي استروجينيك فانكشن، ده بيتاخد كوسيله او من ضمن الحاجات اللي بتقلل افكت هرمون الاستروجين وممكن تحسن الحاله شويه معانا. بنبتدي ندي العلاجات دي امتى؟ من تاني لسادس يوم في السايكل ونشوف الدنيا اخبارها ايه. ومهم جدا ودي بقولها دايما، اي حد بيستخدم ادويه تنشيطيه مهم جدا يا فندم ان حضرتك تتابع تاثير الهرمونات التنشيطيه او التحفيزيه على حجم البويضات ومعدل نموها. يعني لازم كل فتره 3 4 ايام من الجرعه بعمل حاجه اسمها فوليكيومتري، متابعه حجم البويضات عشان خاطر ما ادخلش المبيض في مشاكل، وعشان خاطر ممكن البويضه تكبر بشكل زياده وانا مش عايز ده. انا بحاول دايما اخلي فتره التنشيط اللي بديها ودي طريقتي ان هي تكون مقاربه للفتره الطبيعيه بتاعه التنشيط العادي والسايكل العاديه عند الست، اللي هي لو الست عندها 28 يوم دوره يبقى اذا تبويضه في يوم ال 14، فانا بخلي التنشيط دايما في الفتره دي من 12 ل 13 يوم، اقرب شكل للحاله الطبيعيه بتاعه التدخل بدون تدخل، عشان يبقى الموضوع اقرب هيكون الى الشكل الطبيعي. تمام؟ طب احنا النهارده في مشكله ما وهنضطر نعمل اجراءات معينه. لو المشكله عند الزوج فقط والست سليمه ممكن نلجا لحاجه اسمها النيوترال انسيمينيشن اللي بنسميها التلقيح الاصطناعي او الصناعي. انا باخد الحيوانات المنويه عند الزوج بعالجها في المعمل وبطلع افضل ما فيها وبعمل لها حقن مباشر داخل التجويف الرحمي عن طريق حاجه اسمها ليوكانيولا، وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل قبل كده، اسطره معينه كده وشرحنا ده كله في تفصيل كامل، وهتلاقي فيديوهات كتيره موجوده عندي سواء كان على التيك توك او على المنصه الحمراء او المنصه الزرقاء وريفر بقى، تمام، على المنصات الثانيه يعني. طيب دلوقتي المشكله موجوده عند الزوجه وفي انابيب فيها مشكله او في غلق في الانابيب او خلاص الموضوع كومبليت بلوكج، انا هنا بلجا لحاجه اسمها انتراسيتوبلازميك سبيرم انجكشن او الاي بي اف او الام زي او whatever المسمى اللي بنسميه الحقن المجاري، ودي نقطه في غايه الاهميه. عشان كده بقولها دايما محتاجين ان احنا نقيم الحاله صح،
نشوف ايه المطلوب للحاله ونعالج الحاله بناء على المعطيات الموجوده قدامنا. عشان كده العلاج في الحالات اللي زي دي بيكون اعتمادي على السبب، هنعرف السبب هنعالج الحاله. Thank you so much for watching. Stay tuned for much more videos. ميرسي جدا جدا ليكم، وان شاء الله فيديوهات تانيه كتير ان شاء الله. باي باي.